السلام عليكم حبوباتي، هنا رجعت لكم بتتمه ديال الفيديو كيف ما وعدتكم. العشاء اللي كنت وجدت في الحفله او في العيد ميلاد ديال زوجي ما كنتش تشاركته معكم في الفيديو الاول لانه كان غيجي طويل بزاف غتجي فيه ساعه تقريبا، طويل بزاف. وانا كنبغي نعطي المختصر المفيد، داكشي علاش قسمته على نصفين. وتنقول لك حبيبتي، الا كنتي اول مره كتصادفي قناتي ما تبخليش عليا بالاشتراك وتفعيل الجرس باش هكا توصلي دائما بالجديد، واللي لايك ديالكم وتعليق زوينين راهم تيفرحوني. ونبداو كلامنا بالصلاه على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. خليكم مع الفيديو حتى الاخير، فرجه ممتعه. كيف ما قلت لكم هذه هي العشيوه اللي كنت وجدت، غادي نشاركها معكم بواحد الطريقه جديده. الخضر، شنو نقول لكم، كتبقى في اللون ديالها، في الفيتامينات ديالها. حتى الطريقه ديال التقديم حتى هي زوينه. خليكم مع الفيديو حتى الاخير. بسم الله. غادي نبداو. اول حاجه غادي نبدا بها هي الدجاج. هكا قطعته شرائح بحال لي ستيك متساويين. غادي ندير هنا عصير ديال الليمون اولا الحامض اللي غادي نعصرو عليه. هاد التتبيله اللي غندير ليه هي غتبقى فيه وغادي نطيبها به، يعني ما غاديش نغسلو اولا، غنخلي بها التتبيله. طبيعه الحال انا من قبل راني غسلاه بالحامض والملح وغسلته مزيان، نشفتو دخلته لهذا الثلاجه. بعد نهار بغيت نستعمله، جبدته خليته ديكونجولا ودرت ليه هاد التوابل: الابزار، الثومه بودره، وعصير ديال الليمون. هنا اللي ما كيبغيش الليمون يقدر يدير الخل اولا غير شويه ما يكترش. وهنا الزعتر اللي غادي نحك هكا واحد شويه. وغادي ندير لا موطارد، الخردل واحد شويه حتى هو. كيجي زوين هاد لي ستيك بهاد التتبيله هادي وبهاد الطريقه. صافي. وغادي نخليه نصف ساعه تقريبا، نغطيه بالسلوفان وندخلو للثلاجه ونخليه نصف ساعه تقريبا. والملح هنا ما نكتروش الملح لاننا اكيد كنكونوا غاسلين حنا الدجاج بالملح. صافي. هنا غادي ناخذ الخضر، غادي ناخذ الخضره، غناخذ الجزر وغادي ناخذ القرعه كورجيت. غادي نقسم هكا الجزر على نصفين نفس الطريقه حتى هذا القرعه. وغادي نقطعو هكا بشكل طولي، يعني كيجي التقطيعه ديالو هكا عوجه، يعني ما كيجيش تقطيعه مقاده، كيجي حتى الشكل ديالو زوين. وهنا تقدروا طبيعه الحال تقطعوا بالطريقه اللي كتعجبكم او اللي كتفضلوا. هذا غير اقتراح وصافي. صافي حتى هذا القرعه حتى هي بنفس الطريقه. غناخد دابا الجزر، غادي هكا نسلقو 10 دقائق، والقرعه حتى هي نسلقها 5 ديال الدقائق لانها كطيب بسرعه. نتوما البنات ملي تتحيدوهم نيشان، ملي كتسلقوهم الخضره كديروها في الماء بارد هكا باش كتحافظ على اللون ديالها، الفيتامين ديال الخضره، وكتبقى صحيه. الا كان طريفات ديال الثلج يكون من الاحسن انكم ديروه حتى الثلج مع الماء. وحتى البنات حتى الخيزو حتى هو راه درتو في الماء بارد، راه صفيتو ودرتو في الماء بارد. غنخليهم هنا واحد 2 دقائق بين ما بردوا مزيان وغنحيدهم. كيبقى الشكل ديالهم بحال هكا، اللون ديالهم كيف ما قلت لكم. حتى هذا الفيتامينات اللي في الخضر كتبقى نفسها ما كتبدلش. صافي. من هنا من بعد دابا غادي نبدا نطيب في الخضره ونطيب الدجاج. هنا بالنسبه للدجاج غادي ناخذ هكا مقله، غادي ندير ليها شويه ديال زيت الزيتون وشويه ديال الزبده، وغادي نصوطي هادوك لي ستيك
انا راني وجات ولبست الحمار. بدلنا اللوك، بدلنا الشكل. حلقنا شويه، ما بقاوش غير نفس الروتين، بدلوا شويه. صافي هنا كيف ما شفتوا راه غادي نصوتيهم هكا ونخليوهم يتحمروا مزيان، ماشي غير يطيبوا، يتحمروا على الجوانب بزوج حتى الشكل ديالهم الا جاو محمرين. مني كنديروا فوق منهم هذيك لاصوص صوص بلونش، كتجي زوينه في الشكل ديالها، هي كتكون بيضاء ولي ستيك كيكونوا حمرين، يعني كيجي المنظر جميل وراقي. وكيف ما كنعرفوا حنا يعني العين كتاكل قبل من المعده والكرش. واخا الكرش، واخا اللي عطيتيها ما تقرش به، ديما خاصها تاكل. ديما خاص الماكله. مهم صافي هنا راه باقي كنشحرهم، يعني هو بالزربه كيطيب، غير انا خاصني نحمرو، خاصو يتحمر مزيان وما كياخدش الوقت بزاف. عشيوه رومانسيه رومانتيك، داكشي فيها خفيف ظريف، شي حاجه مختلفه. نديرو لي ريستو عندنا في الدار، واخا ما كنمشيوش لي ريستو نديرو لي ريستو عندنا في الدار. مره نبدلو الاكلات ديالنا. صافي هنا راه غادي يبدا يتحمر كيف ما شفتوا. صافي راه حمرته حيدته في نفس المقله. زدت شويه، زدت راس ديال الثومه وزدت عليها لي شامبينيون وشحرتهم في نفس المقله. ما زدت ليها لا زيت لا والو، غير رويات ديال الثومه، وضفت لي شامبينيون وخليتهم حتى هما يتشحروا شويه. لي شامبينيون انا اللي عزيزين عليا وانا اللي كنبغي الفطر. الزوج ديالي ما عندوش مع الفطر، يعني غادي نديرو غير في البلا ديالي انا. وهنا في نفس المقله ما غسلتها ما والو، درت ليها معلقه ديال الزبده وغادي نخليها تطيب مزيان، تذوب مزيان عفوا. هنا غادي نصيب الصوص بلونش، وغادي نضيف ليها ملعقه ديال الدقيق الابيض الفورس. صافي وغادي نخلطهم مزيان، الفورس مع الزبده هكا حتى يندمجوا. هاد الصلصه هذه كتجي زوينه، وهنا تقدروا تنكهوا الصلصه باش ما بغيتو، اللي كتبغيو تفضلوا به، يعني اللي كتبغيو تنكهوا به، يا الكوزه يا الزعتر يا هذا دويمه ديال الدجاج، حتى هي كتجي زوينه في هاد الصلصه هذه. المهم باش ما كتفضلوا نتوما تنسموا الصلصات. صافي غادي نبقى نخلط هكا مزيان مع التحريك المستمر حتى تعقد لينا الصلصه. انا غنكه هنايا غنديرها بدويمه ديال الدجاج، شويه ديال دويمه ديال الدجاج وشويه ديال الابزار وشويه ديال الزعتر. صافي انا هكا باش نكهتها وكتجي زوينه، المذاق كيجي زوين. صافي دابا بدات كتعقد الصلصه كيف ما شفتوا، باش كتبدا تعقد كنزيدوها من فوق البوط. انا راه ضفت ديال الحليب مع الزبده وهذا والدقيق الابيض،
كاس ديال الحليب. صافي هنا غادي ناخد المقله، غادي نضيف شويه ديال زيت الزيتون وشويه ديال الزبده، وغادي نصوتي الخضار. دابا غادي نضيف لهم شويه ديال الملح وشويه ديال الابزار، وفي الاخير شويه ديال المعدنوس. كيجي شكلهم زوين، كيجي هكا الذوق ديالهم حتى هو كيجي زوين. انا بقيت كنشكر لكم في هذا البلا هذا صراحه لانه عجبني، جا لذيذ بزاف وجا خفيف كوجبه العشاء. خفيفه وبالزربه كتوجد، يعني ما كتاخدش الوقت بزاف. صافي دابا من بعد ما طيبت كل شيء وجدته حتى الروز، راه كنت سلقته خليته كينشف. خلطته بشويه ديال المايونيز، ضفت له المايس شويه ديال الابزار. صافي وغادي ناخد هكا هاد الشكل هذا ديال الشكل، شنو نقول لكم، معين. تقدروا تاخذوا الشكل اللي يعجبكم. انا عجبني هذا الشكل بحال هكا على شكل معين، هو اللي درت فيه الروز. صافي وهنا غادي ناخذ هاد لي ستيك بحال هكا، غادي نقادهم. هنا الطريقه راه كتبقى على حسب نتوما وكيفاش بغيتو تبريزونطيو البلا ديالكم. صافي وكيف ما قلت لكم بلا غادي ندير فيه لي شامبينيون الفطر، وبلا ما غاديش ندير فيه الفطر. صافي وغادي نحط هكا الخضره حتى هي في الجنب. صافي وغادي ناخد هذيك لاصوص اللي صايبت معاكم، غادي نكبها هكا من الفوق، فوق من الدجاج، فوق من لي ستيك. ماستر شيف هذا. صافي المهم راه غير حلقنا هكا على العشيبه وصافي. المهم نتمنى انها تكون عجباتكم، نالت الاعجاب ديالكم. بسلامه عليكم، خديتوا فكره، استفدتوا، دوزتوا معايا وقيد زوين. مقبل الى فيديو مقبل ان شاء الله. ما تنسونيش من البارطاج لا فيديو الاصدقاء والاحباب باش تعمل فائده، وقناتنا تكبر ولا فاهم الفاميله تكبر فيها بزاف اكثر فاكثر. السلام عليكم.